ألف مليون تريليون تزليون مبروك لمصر. طبعا هذا تأهل العالم الكامل 10/10. وإذا كان في بأنغولا في منتخب غانا اسمه النجوم السود، فمعنا النجمة البيضاء ومراسلة صدى الملاعب في مصر، ويعني أحلى شيء موجود في أنغولا سماح عمار. ايوه اديله اللمبه اللي منوره في انجولا. اللمبه اللي منوره انجولا، الفانوس. الفانوس. طبعا تحيات خالد بيومي ابنه عمر عمره 6 سنوات قاعد معنا في الاستوديو بيسلم عليك. يسلم عليها يا عمر. ازيك؟ قول لها مرحبا. ازيك؟ ازيك كابتن سماح؟ عمر بتكلم معاك. قول لها حاجه. ازيك؟ بتقول لك ازيك؟ الحمد لله. عمر على المستوى الشخصي اساسا لما شفته ما سلمش عليا، ما رضيش يسلم عليا. الحقيقه بابا كان موطي الظهر. فاكره انت فاكره؟ والله فاكره دي ما بتنساش. لا طبعا. طب وتحيات طبعا عادل السليمي. اليوم شو الخبر الاهم؟ هل هو احمد حسن الكابتن المباراه 169؟ ان شاء الله فعلا المباراه اللي جايه هتكون ل 170 لاحمد حسن. نعم. ويعني لما بيسالوا الحقيقه كابتن حسن شحاته هتعمل له تكريم او كده، قال التكريم هيكون بعد ان شاء الله ما ناخد كاس الامم الافريقيه. نعم. 2010 ممكن نعمل ساعتها نعم. تكريم لاحمد حسن. هناك رضا على النتيجه رغم انه المشارك اللاعبين مش الاساسيين، ورغم ان المباراه اساسا ما كثير مهمه يعني. لكن هو كابتن حسن راضي عن اداء اللاعبين في الثلاث مباريات، يعني ما عدا قال لك يعني السقطه الوحيده اللي ممكن تكون كانت مباراه موزمبيق ما كانش عاجبه فيها الاداء، لان كان اللي بيحصل في الملعب بيقول على حسب كلامه غير تماما اللي هو كان محفظه للاعبين طول الوقت. لكن هو راضي تماما. اللي يهمنا طالما حصدنا ال9 نقاط دي كانت حاجه هايله ومشرفه لمصر، وهو سعيد جدا فيها. وسعيد بالمجموعه اللي شاركت النهارده، احمد رؤوف وحسام غالي ومعتصم سالم اشاد بيهم الحقيقه، وقال ان هم كانوا هايلين جدا. يعني مين كان اهيلهم؟ مين كان احسن واحد فيهم؟ احسن واحد فيهم مين كان؟ كابتن حسن عمره ما بيحدد مين احسن من مين. انت برايك مش كابتن حسن، انت رايك انت مين احسن من مين؟ رايك انت احسنهم مين كان؟ احسن النهارده؟ يعني هو طبعا اللي خد احسن لاعب كان احمد المحمدي، لكن لو رايي في المجموعه اللي لعبت النهارده، يعني لا، المعتصم سالم واحمد رؤوف وحسام غالي كانوا كويسين جدا، كانوا هايلين جدا الثلاثه. يعني معتصم سالم وحسام غالي كمان كانوا هايلين. الكابتن خالد بيوم بيقول لا يا سماح، محمد عبد الشافي هو احسن لاعب. والله بص، يعني بصراحه كلهم كانوا كويسين جدا. يعني بيبقى صعب عليا ان انا احدد، وانت برضه بتحطني دايما في منطقه التحديد مين كان كويس او مين كان وحش. قاعده جنب اللعيبه هناك فممكن هم فعلا كلهم كانوا كويسين ما شاء الله عليهم يعني. ما احنا عارفين، بس عايزين نوقعك يا سماح. ماذا بعد يا سماح الان المنتخب؟ ما حدش يعني هتبقى احد الاسباب الجوهريه يا استاذ مصطفى، هتبقى احد الاسباب لاي علاقه سيئه بيني وبين منتخب مصر. طب قوليهم كلهم مناح مش مشكله. سماح ماذا بعد الان المنتخب؟ 9 نقاط من 9. شو راح يعملوا؟ شو في شيء مباشر يعني بكره بعد بكره؟ لا، هو طبعا بكره كابتن حسن شحاته مديهم راحه. بكره هيخرجوا شويه، قالوا ان هم هيحاولوا يروحوا مكان شاطئ يرفهوا فيه شويه عن نفسهم. بعد كده هيبقى في تدليك ومساج ليهم. مفيش تمرين بكره خالص. حتى الصحفيين بيقولوا له طب يعني بعد حتى مباراه زامبيا والجابون، طب يعني نقعد معاك نعرف حتى الفريق اللي انت هتقابله هتقول عنه ايه. قال لهم لا، انا زي اللعيبه اجازه بكره من اي حاجه تماما ان احنا ممكن نتكلم فيها. فمريح نفسه تماما. بكره بعد بكره يبتدي بقى يفكر في دور الثمانيه ويدخل فيه. وطبعا الفريق اللي هيقابله هيبتدي يشوف له مبارياته. نعم. وقال ايا كان مين الفريق، احنا باصين للبطوله مش باصين للمباريات. نعم. مين نقابله او مين ما نقابلوش، احنا باصين للبطوله. ان شاء الله هناخد حاجه ان شاء الله. سماح عمار، طبعا كل الشكر لك. والحقيقه بكره انت اجازه ولا معانا؟ لا، انا معاكم، انا مش اجازه. طول ما انا هنا مش اجازه. اصلا انت لو رحتي اجازه يا سماح حتضلم. لو رحتي اجازه مش انت نجمه حتضلم. أو هي هنا الحياة مش دراسة ضلمة. شكرا لك سماح. ونعود للكابتن خالد بيومي اللي بطل. لو واحد كتب لي وقعتي قلبنا يا راجل. اهلا بك طبعا. اهلا يا باشا. واهلا بالكابتن عادل النهارده. واهلا بالكابتن عمر الصغير.
ده مفاجاه خالد بيومي لا هو فاهم كوره وبس، يمكن برضه رهبه الكاميرا ولسه ما خدش عليها. هياخد عليها مع الوقت باذن بقول لك الله. مش سمعنا كوره بقى ولا لا باذن الله يسمعنا. هو عنده منتولينا هلكنا فيها عمره لا لسه سنتين. عمر فاهم كوره اوروبيه كويس جدا، ويمكن حافظ اللعيبه كويس جدا، بس يمكن برضه انت عارف بس بيشجع روما يعني. روما بالنسبه له فرقه عشان فرانشيسكو توتي وعشان اللعيبه اللي موجودين فيها، وعنده علاقه كويسه جدا بروما. يمكن اول مباراه دخلها في تاريخ حياته كانت مباراه فاينل كاس. فاكر النتيجه بتاعتها؟ فاكر نتيجه مباراه الفاينل اللي رحناها في الاستاد؟ كانت كام؟ 2-1. مين سجل الجوال؟ كنت نايم. حلوه. مصر عجبتك يا باشا؟ عجبني فيها حاجات كتير. عجبني فيها ان طبعا الكابتن حسن شحاته اطمن على مجموعه اللاعبين الاحتياطيين، وده كويس جدا. عجبني فيها ان كسبنا عناصر ممتازه زي محمد عبد الشافي، زي معتصم سالم، زي عبد الظاهر سقا رجع لمستواه. نفس الموضوع لاحمد رؤوف النهارده. كل دي عناصر هتبشر او ممكن يكون لها امداد كويس جدا بالنسبه للفتره الجايه. النقطه الثالثه تغيير الاسلوب. ما اتقالش في استوديوهات كتير جدا. الكابتن حسن شحاته لعب بثلاث اربع طرق. الطريقه الاولى 3-5-2، الشوط الثاني لعب 4-3-3، 4-3-1-2، 4-4-2. فده كان من الاسلوب واللعيبه اللي كانت موجوده. فاعتقد انه نجاح كبير جدا ان يعمل بعض التشكيلات وبعض الخطط على فريق بيعتبر متواضع، ولكن في النهايه المكسب والاداء كان ناجح جدا بالنسبه للكابتن حسن شحاته. كابتن انت اصلا ما في مجال تحكي لانه هم اثنين. لا ما شاء الله 5 ونيس. لا عجبتني ثقافه الانتصار للمنتخب المصري صراحه، رغم التغييرات، رغم المباراه ما كانش فيها رهان كبير، لكن دائما ثقافه الانتصار موجوده والرغبه في التهديف موجوده. الشيء الثاني عماد متعب هداف، نعرفوا الهداف دائما محتاج يسجل هدف للثقه المباريات الجايه، وهذا يحصل اليوم ممكن يساعد عماد متعب للدور الربع النهائي. حتضلك ولا حتخلي عمر محلك؟ لا باذن الله حخلي له، الحلقتين حخلي له. لا تنسوا اعزائي المشاهدين الالتيما يوم الخميس معكم من هلا للمساء، واذا كانت بالاعاده من هلا برضه للمساء، لانه الاعاده الصبح وش الصبح بتطلع اعاده البرنامج. بس ابعثوا لنا كلمه التيما على الارقام اللي طالعه على الشاشه وشيلوا، لانه خالد بيومي حيسحب الالتيما. بعد الفاصل نيجيريا تتفشش بموزمبيق وترافق مصر لدور الثمانيه، والفضل للطباخ. بقى مين الطباخ راح تعرفوا بعد شوي. ولوبانجو تعيش على وقع المطر الشديد منذ امس، ونجوم تونس يتحدثون لقاء الكاميرون الحاسم.